السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في قناة كوزين زمان جيتكم بطريقة تنظيف الدوارة. يعني كاين بزاف في شهر رمضان يديروا الدوارة وانا وحدة منهم، ولا يخبوها في كونجيلاتور، يديروها في النصفية ولا في اليامات الاخرين كي نطيبوا كلش وما نلقاوش واش نديروا الدوارة. وجيت نقول لكم كامل صحة رمضانكم يدخل علينا بالصحة والهنا ان شاء الله. وهذه هي انا هنا شريت يعني دوره بقري، كنت شريتها كاين غنمي كاين بقري. انا شريت البقري هنايا، راح نوري لكم الطريقه كيفاش نحيلها. اول حاجه نحلوها هكذا يعني نحو كامل هذاك الشحم هذاك الزائد، انا نحيهولو ما نخليش الشحم باش ما تجيناش بزاف تقهم بالشوحم. يعني راح نقص لها كامل هذاك الشحم اللي لاصق فيها بهذه الطريقة، يعني كلش راهو ظاهر في الصورة. وهنايا راح نوري لكم واحد الطريقة سهلة ما تكسرش قاع راسكم، يعني تبعوا لا فيديو للآخر راح تعرفوا الطريقة تاع التنقية تاعها سهلة ما تكسروش راسكم، وتمتم راح تتنقى معاكم. كاين هنا في الجزائر العاصمة هنايا ما ينقوهاش، يعني يملطوها. واش معناتها يملطوها؟ ينحوا لها غير هذاك الفوقاني هكا بالموس. بصح انا ما نكذبش عليكم ما نقدرش، يعني راح نوريكم طريقتي وان شاء الله تجربوها وراح تعجبكم ان شاء الله. واش نقول لكم، تبعوا لا فيديو الاخر. ولا عجبتكم تدبيره ولا طريقه تنظيف الدواره تاع اليوم، ما عليكم غير دعموني بالجام وابوني القناه باش يلحقكم كل جديد ان شاء الله. هنا راني نفتح فيها كما تعرفوا الدواره كاين بزاف تكون مغلوقه، ما نقدروش نقوها، يعني لازم تفتحوها بهذا الشكل، تجي تكون هكا مطويه، لازم تفتحوها باش تقدروا باش تقدروا تنقوها. هنا واش ندير، انا كنت درت ديجا الماء وشويه ملح، درت الماء في داخل الماء وشويه ملح، ودرت بيكربونات، درتهم خليتهم يغلوا مليح. يغلي لازم الماء يكون بزاف يغلي، ماشي سخون، يغلي حتى نشوفوه، يعني يغلي بزاف. هذه هي. دوك انايا واش ندير، نحل كيما قلت لكم كامل هكا بالموس. هذيك الدواره المطويه لازم تنحل، ما تقعدش مطويه هكذا باش تجيني سهله في التنظيف. هذا ما كان هكا نحلها كامل باش تولي لي شغل طبقه واحده. يعني شوفوا هادو الشوحهم حاشاكم، يعني مسخين، ما نخلوهمش مع الدواره. كاين برك كاين شحمه اللي يمدها لكم هذيك، كاين شحمه تاع الدواره تجي بنينه، بصح هذه الشحمه اللي لاصقه فيها نحوها من الاحسن. هاوليك الماء اللي كنت غليته، واش زدت بيكربونات تاني من الفوق. نخليها واحد 10 دقائق. ديجا كي راني ندير في البيكربونات ديجا هذاك حاشاكم هذاك الاسود اللي يجي فوق الدواره كامل او طلع او يطلع من الفوق، يعني تنحات وحدها. نجيبو موس يكون ماضي هكا، شوفوا غير ندير هكا، شوفوا كاش طير. تقدروا يعني من بيديكم تطير بهذه الطريقه، انا بركي راهي سخونه ما قدرتش. ها تطير بكل سهوله. كما قلت لكم في اول فيديو قلت لكم في الجزائر العاصمه عندنا احنا هنا، يعني الجزائر العاصمه ما ينقوهاش هكا، يقول لك تروح لها كامل البنات تاعها، مي لا هذا حاشاكم كي نديروه هيا نتوما املطوها زعما بالماء بارد ومن بعد ديروها طيب. راكو تشوفوا الماء سخون كيفاش ينحي لها هذيك القشره. ايماجينيو بلي هاد القشره كامل تروح في المرقه حاشاكم. يعني انا هذا واش نيماجيني، يعني صدقوني كاين بزاف بزاف عراس حضرتهم كليت الدواره، ما نكذبش عليكم فيها رائحه كريهه ما قدرتش. علاش؟ خاطش ما ينقوهاش مليح ويعجزوا. تسمى هاد الطريقه تمتم، الطريقه اللي عطيتها لكم تمتم راح تنقي لكم الدواره. شوفوا في تمتم نقيت كامل هذيك الدواره. ويعني البقري تجي شويه صعيبه على الغنمي، ماشي كيما الغنمي. شوفوا هاد الخماج كامل حاشاكم راني نوريكم فيه. ايماجينيوه ما نحوهش هكا من الاول في التنظيف، راح يولي لكم حاشاك في المرقه.
يعني كارثة. قلت لكم صدقوني كليت شحال من دوارة فيها رائحة كارهة ما قدرتش ناكلها. شوفوا يعني من اللور تاني تجي خامجة حاشاكم، يعني ماشي يجي يعني فيها هذاك الأوسخ، لازم تاني من اللور من القدام ولا من اللور لازم نقوها. شوفوا كشاويطير هذاك يعني باش نقول لكم هاد الطريقة يعني سهلة حتى تعتمدوا عليها كي ايام ولا في العيد، في العيد ان شاء الله يعني تمتم سورتو الغنمي تمتم راح تتنقى لكم. قلت لكم هنايا راح تتنقى لكم بيديكم بلا موس، برك هنا كي راهي شويه سخونه راني ندير بالموس. هذه هي نفس الشيء. هدية يعني واحدة أخرى كيف كيف هذيك الخشينة. يعني شوفوا كيفاش هكاك صعيبة بصح تمتم الطير. ها أي تمتم الطير. وهنا الماء إلا برد لكم، هنا كان شي برد لي الماء، نعاودو نغليو الماء ونعاودو نفس الشيء يعني ما نخلوهاش تتقرسل راح تجينا واعرة. شوفوا بيدي راهي تطير. انا راح نكمل كامل الدوارة بهذه الطريقة ونعاود نولي معاكم. وعندنا هدايا بو كماش، يعني قاع تعرفوه بو كماش هذا حاشاكم يخلي بزاف الخماج بين يعني لحمة ولحمة. هذا لازم يتغسل تحت العين مليح ونقعدو ندورو غير باللحمة باش يجينا ساهل. يعني نروح انا نغسلو تحت العين باش تشوفوا كيفاش. هاي لك نحطوه تحت العين ونبداو نقو فيه غير بالعقل حتى يتنقى لنا كامل. ويعني لازم نتأكدوا باللي تنقى، خاطر شوية واعر. لا باسكو علاش الخماج يكون بين اللحم قلت لكم واللحم لازم نقعدوا معاه شحال تحت العين وحنا نقو فيه. شوفوا يعني كيفاش راني ندير طبقة فوق طبقة، نحل طبقة مور طبقة. وانا هنايا عاودت درت الماء سخون واحد اخر، يعني كنت شللتها وعاود شوفوا كاش ولات بيضة وشوفوا منقية ما نحكي لكمش. قلت لكم جربوا هاد يعني الطريقة تاع تنظيف الدوارة وما حش تندموا عليها وتمتم راح تخرج لكم. والرائحة ديك الكريهة كامل تروح، يعني مام لي اطفال تاعها ما يحبوش رائحة الدوارة كي ديروها في هاد الطريقة وطيبوها مش حتجي هذيك الرائحة. ويعني دوكا واش نديرو، نعاود نروح نصفيها نغسلها تحت العين مليح
وهذه هي. وكنت غسلتها يعني بالخل، كي عاودت غسلتها عمرت الماء سخون وعمرتها بالخل وخليتها شويه وعاودت شللتها ونحطها تقطر. من بعد نجيو نقطعوا الدواره تاعنا هكا بهذا الشكل، كل واحد كيف يحبها. هذه بقري نقطعوها شويه صغيره باش طيب لنا، الا كانت غنمي نقطعوها كبيره شويه باش ما تذوبش في الكوكوطه. نقطعوها كامل ونجو يعني نطيبوها ولا نخبوها في الكونجيلاتور. كي نجو نطيبوها نلقاوها واجده. راح نقطع الدوارات كامل ديالي كما بهذه الطريقه. وإلا عجبتكم الطريقه تاع تنظيف يعني ما نقولكمش بلا ما نقولكم دعموا ابوني القناه باش يلحقكم جديد، والبارطاج مع الاصدقاء تاعكم باش تدعموني وتكبر، يعني تكبر القناه. واللي دخلوا معايا جدد ما عليهم غير يابونيو باش يلحقهم جديد. هذه هي. قلت لكم بعد هاي ليك بعد ما قطعتها كامل، هاي ليك شوفوا كيفاش يعني كيفاش كانت مع الاول كحله وكيفاش دوكا راهي يعني منقيه تشعل. دوكا نروحوا نحطوها في باطا ولا نجيب اي حاجه اللي راح نجيب اي حاجه هكا باطا ولا نحط فيها كامل هذيك الدواره. هكذا انا رايحه نخبيها. نهار اللي ما لقاش واش نطيب ان شاء الله نجبدها واجده نطيبها برك. هذه هي. ونروح نخبيها في كونجيلاتور ان شاء الله ان شاء الله النهار واحد اخر. ندير لها برك القارص هكذايا ونروح نخبيها في كونجيلاتور. واش نقول لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في فيديوهات اخرى ان شاء الله.